بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 4 يونت 4 كونسبت 4.2. وعشان نفتكر كونسبت 4.2 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن changing landscapes، تغير تضاريس السطح. ان شاء الله النهارده هنبدأ نشرح مع بعض lesson 2، وهو تاني درس معانا في كونسبت 4.2. بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة وكالعادة بفكركم تجيبوا التولز أو الأدوات بتاعتكم علشان تذاكروا معايا الحلقة أول بأول. طب إيه هي التولز؟ الورقة والقلم والكتاب بتاعنا أو المذكرة اللي إحنا بنذاكر منها، ونيجي بسرعة نحضر حلقة النهاردة. هخرج فاصل صغير جدا تكونوا جبتوا الأدوات ورجعتوا تتابعوا حلقة النهاردة للنهاية. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدأ نشرح مع بعض lesson 2 في concept 4.2. هنبدأ النهاردة بالاكتيفيتي نمبر 5، وهي بتتكلم عن visual walkabout، يعني جولة بصرية. يعني ايه جولة بصرية؟ يعني تعال نبص بصة سريعة على الحاجات اللي احنا اتعلمناها بس في الطبيعة، ونشوفها فعلا بتحصل ولا ما بتحصلش. دلوقتي احنا قدامنا حاجة اسمها mud slides، اللي هو انهيار طيني. يعني ايه انهيار طيني؟ يعني مثلا مطره او سيول او امطار شديده نزلت فجاه فخدت معاها اجزاء من التربه الطينيه وبدات ايه؟ تجري بيها. يعني ميه وطين بيجروا مع بعض في وقت واحد. ده معنى كلمه ماد سلايدز، انهيار طيني. تمام كده؟ تعال نشوف السؤالين اللي بيسالهم لي ونشوف هل عندنا اجابه ليهم ولا لا. نمبر 1، canyons are changes in the landscapes that take long time to be formed. الأخاديد هي تغيرات بتحصل في تضاريس السطح وبتاخد مدة طويلة علشان تتكون. رايت ولا رونج؟ برافو عليكم، رايت. احنا اتفقنا بتاخد ملايين السنين. طب الملايين بتاعت السنين دي عدد كبير ولا قليل؟ عدد كبير طبعا، يبقى وقت طويل. طيب نمبر 2، mud slides are very slow changes. الانهيارات الطينية عبارة عن تغيرات بطيئة جدا. ايه رأيكم؟ علشان الأرض الطينية تنهار أو الطينة تجري مع المية وتدوب مع المية وتجري، ده تغير بطيء ولا بيحصل بسرعة؟ طبعا بيحصل بسرعة، يبقى كلامه رونج، الكلام ده غلط. الماد سلايدز اللي هي الانهيارات الطينية مش بطيئة جدا ولا حاجة، دي سريعة جدا. اتفقنا كده؟ وعايز نثبت لك، تعالى كمل معايا شرح الجزء اللي جاي. بيقول لي طيب You have learned that some changes of landscapes take short time and some others take long time. احنا اتعلمنا ان في بعض التغيرات في تضاريس السطح بتاخد وقت قصير، وبعض الاخر او البعض الاخر بياخد وقت طويل. قلت له خلاص اديني examples على الفاست changes، على التغيرات السريعة، واديني example تاني على السلو changes، التغيرات البطيئة. يعني يقول لي ايه اللي اعتبره تغيرات سريعة وايه اللي اعتبره تغيرات بطيئة. نبدأ الأول كده يا شباب بالفاست تشينجز، التغيرات السريعة. بيقول لي the opposite picture shows mudslide that represents a very quickly change in the landscape due to flooding rain. يعني إيه؟ يعني الصورة المقابلة اللي قدامك ديت بتوضح لك انهيار طيني، والانهيار الطيني دوت بيمثل تغير سريع جدا في تضاريس السطح. طب ده حصل بسبب إيه؟ قال لي بسبب فيضان مياه الأمطار. ان ميه المطره سقطت بشكل كبير جدا او بكميات كبيره لدرجه ان حصل فيضان في الميه او حصل زياده في كميه الميه اللي عملت ايه؟ اخدت المد او الطين معاها وبدات ايه؟ تجري بيه، فعملت حاجه اسمها ماد سلايد اللي هو انهيار طيني، وده بيبقى سريع جدا او تغير سريع جدا. قلت له طيب تعال نبص على slow changes، التغيرات البطيئه. بيقول لي the opposite picture، الصورة المقابلة اللي قدامك دي اللي هي التانية، shows a change in a landscape that contains a river and mountains. يعني ده بيوضح لك تغير في التضاريس بتاعة السطح، بس التغير هنا بيتم على ايه؟ بيتم على نهر وجبال. طيب نهر وجبال، اكيد التغيرات اللي هتحصل في المنطقة دي هتحصل على فترات زمنية طويلة، يبقى هتاخد وقت كبير او وقت طويل،
صح كده؟ فاكيد التغيرات هنا هتكون سلو، هتكون تغيرات بطيئه. اتفقنا كده؟ عرفنا الفرق ما بين الفاست تشينجز والسلو تشينجز. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي بقى دلوقتي how was this landform created؟ يعني ازاي التضاريس بتاعت السطح دي بتتعمل؟ ازاي بتحصل؟ بيقول لي this landform might have been created when the river has worn away the rock between the mountains. Then wind and weather erosion could be breaking down the sides of the mountains. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني بيقول لك ان التضاريس بتاعت السطح دي ربما تكون صنعت لما النهر بدأ يزق او يكسر الصخور اللي موجودة ما بين الجبال، وبعد كده حصل ايروجن عن طريق الرياح وعن طريق العوامل الجوية، وبدأ يحصل بريكنج داون، تكسير للجوانب بتاعة الجبال، فبدأت المية تشق طريقها وتمشي علشان تعمل اللاند فورم او تضاريس السطح اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وهو عبارة عن كانيون، عبارة عن اخدود. تمام يا شباب؟ فهمنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مية النهر وهي ماشية في طريقها عادي بدأت تزق الصخور اللي ما بين الجبال في الطريق بتاعها وهي ماشية، فحصل بعد كده wind and water erosion، حصل عملية التعرية عن طريق الايه؟ الرياح والمياه والعوامل الجوية، فحصل تكسير للجوانب بتاعة الايه؟ الجبال، فبدأ الكانيون او الاخدود بتاعي يتسع ويكبر. صح كده؟ بس ده بياخد ايه؟ long time، وقت طويل. برافو عليكم. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي how will this landform change over the next 100 years؟ يعني ازاي تضاريس السطح اللي قدامنا ده هتتغير بعد 100 سنة من دلوقتي، او في ال100 سنة الجايين هتتغير ازاي؟ يعني ممكن الشكل اللي قدامنا ده يتغير ازاي؟ قال لي there are two changes may happen to this landform. في تغيرين ممكن يحدثوا لهذا النوع من التضاريس بتاع السطح. طب ايه هما التغيرين؟ قال لي which are، هقول لك عليهم. اول حاجة the river may get wider and the curves get bigger. يعني ايه؟ يعني النهر ممكن يكون اعمق، او يبقى اعمق، يعني يبقى غويط اكتر، وكمان الكيرفز او المنحنيات بتاعه النهر دوت اللي هو الاحرف بتاعته او الجناب بتاعته ممكن تبقى اكبر نتيجة مرور المية او تدفق المية فيها بشكل مستمر. طب ايه الاحتمال التاني؟ قال لي the river may dry up، ممكن النهر يجف، leaving a small canyon، ويترك اخدود صغير between mountains، ما بين الجبال اللي انت شايفها. يبقى انا هنا ما قداميش غير تغيرين ممكن يحصلوا، يا اما المية اللي في النهر دي تزيد والنهر ده يبقى اعمق واكبر، يا اما المية تنشف وتجف ويتبقى لي اخدود صغير ما بين الجبلين. ده اللي ممكن يحصل في ال100 سنة اللي جايين. هو بيقول لك ايه؟ may يعني ربما، يعني حاجة ممكن تحصل او ممكن ما تحصلش، يعني هو احتمال. تمام؟ يعني هو ما بيقولش بالظبط ايه اللي يحصل في ال100 سنة جايين، هو بيقول الاحتمالات اللي ممكن يلاقيها بعد 100 سنة تغير اللاند فورم او تضاريس السطح ده. اتفقنا يا شباب؟ نكمل مع بعض. وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج، وهو سؤال اختبار فهم رايت ورونج. سؤالين صغيرين كده وخفاف. طبعا انا مش بجاوبهم، انا هشرحهم وهسيب لكم فرصه توقفوا الفيديو وتكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. بيقول لي نمبر 1 the changes that take place to landforms may take long time or short time. التغيرات اللي بتحدث لتضاريس السطح بتاخد وقت طويل او وقت قصير. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. mudslides are landscape changes that take long time. الانهيارات الطينية هي عبارة عن تغيرات في تضاريس السطح بتاخد وقت طويل. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتحددوا. يلا بسرعة يا شباب نوقف الفيديو ونكتب اجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. ودلوقتي تعالوا نكمل مع بعض. وصلنا للاكتيفيتي نمبر 6 او للنشاط رقم 6، وهو بيتكلم عن كانيون فورميشن، تكوين الاخدود. يا مستر ما احنا اتكلمنا عن الكانيون فورميشن كذا مرة في الاجزاء اللي فاتت، هنتكلم عنها تاني وهناخد مثال جديد ان شاء الله.
بيقول لي canyons are special types of valleys that have steep sides. الأخاديد هي أنواع خاصة من الوديان. يعني الأخدود هو وادي بس من نوع خاص، بيبقى عنده إيه بقى؟ steep sides، حواف حادة. الحواف بتاعته أو الأجناب بتاعته بتكون حادة. تمام كده؟ قلت له طيب تعالى نكمل. Many valleys including canyons are formed by the same way. يعني العديد من الوديان بما فيهم الأخاديد بتتكون بنفس الطريقة. قلت له اللي هي إيه الطريقة دي؟ قال لي تعالى أشرحها لك. أول ستيب أو أول خطوة معانا إن الجرافيتي pulls rainwater downhill forming small streams. يعني إيه؟ الجاذبية بتسحب أو بتشد مياه الأمطار لأسفل التل، فبتكون جداول مائية صغيرة. These small streams، الجداول المائية الصغيرة ديت join together، بتتحد مع بعضها forming a bigger stream، وتكون جدول مائي أكبر، زي مثلا إنها تكون river، تعمل نهر. طب وبعدين؟ قال لي the water of the river flows fast across the land and erodes a pathway through the landscape that makes the river carve out a valley. يعني إيه؟ المية بتاعة النهر بتتدفق بشكل سريع على الأرض، فبتعمل عملية تعرية للطريق اللي هي ماشية فيه، تعرية للصخور والتربة اللي موجودة في الطريق بتاعها، تمام، من خلال الايه؟ التضاريس بتاعة السطح الموجودة. فده بيخلي النهر يحفر أو ينحت وادي جديد أو يصنع وادي جديد، والمية لما تمشي فيه خلاص بقى كده ايه؟ كانيون، بقى كده أخدود. اتفقنا كده يا شباب؟ نكمل سوا. قال لي في شوية نوتس هنا أو ملاحظات صغيرة خد بالك منها، هتجيلك في الأسئلة بتاعة الامتحانات. The shape of a valley depends on several factors including، يعني شكل الوادي بيعتمد على عدة عوامل. من ضمن العوامل دي حاجتين: the types of rocks exist in the landscape، نوع الصخور اللي موجودة في تضاريس السطح دوت، the speed, age and size of river that form the valley، وسرعة وعمر وحجم النهر اللي هيكون الوادي في المنطقة دي. يبقى دول 2 factors هم، عاملين بيحددوا شكل الوادي. كمان خد بالك في 2 نوتس كمان صغيرين مهمين، ان ال big streams or rivers cause more erosion than small streams، ان الجداول المائية الكبيرة او الانهار بتسبب تعرية اكتر من التعرية اللي بتحصل عن طريق الجداول المائية الصغيرة. كمان rivers that flow fast cause more erosion than rivers that flow slow. يعني ايه؟ الانهار اللي بتجري بسرعة، تمام، يعني المية فيها بتتدفق بشكل سريع، بتسبب تعرية اكتر من الانهار اللي المية بتتدفق فيها بشكل بطيء. اتفقنا كده يا شباب؟ جميل جدا. مكملين لسه مع بعض. مش احنا اتفقنا ان احنا هناخد مثال جديد من الكانيونز؟ جه وقته اهو. يقول لي now let's study one of the most famous canyons on the earth which is called the Grand Canyon. يعني ايه؟ تعال بينا ندرس واحد من اشهر الاخاديد اللي موجودة على سطح كوكب الارض، وهو الاخدود العظيم او الكبير، the Grand Canyon. طب ده موجود فين واتعمل ازاي ولا ايه اللي حصل فيه؟ قال لي تعالى نتكلم شوية عنه. Grand Canyon is located in United States of America. اولا هو بيقع في الولايات المتحدة الامريكية، كده عرفت مكانه. It is very large and steep canyon. هو كبير جدا وحاد جدا، او الانحدار بتاعه حاد جدا. And it contains many layers of rocks. وبيحتوي على العديد من طبقات الصخور. This canyon contains a river in its bottom. كمان الأخدود ده بيحتوي على نهر في القاع بتاعه، يعني في القاع بتاع الأخدود دوت هتلاقي نهر كبير. اتفقنا؟ طيب نكمل مع بعض. Formation of the Grand Canyon، تكوين الأخدود العظيم أو الأخدود الكبير. اتكون ازاي؟ قال لي over long period of time، على خلال فترة زمنية طويلة بتقدر بمليونز of years، ملايين السنين. The water of the river there flowed so quickly
due to traveling of the river down a steep slope. يعني ايه؟ يعني المية بتاعة النهر تدفقت بسرعة جدا من خلال سفرها او من خلال مرورها لأسفل، يعني من فوق لتحت، يعني عبر ايه؟ منحدر حاد. يعني المية بتاعت النهر ديت كانت بتسقط على منحدر حاد من أعلى إلى أسفل، بس بتتدفق بشكل إيه؟ كويكلي، بشكل سريع. طب وبعدين؟ قال لي the water of the river eroded the rock and cut them deeply. يعني المية بتاعت النهر ديت عملت تعرية للصخور بتاعت الجبال اللي موجودة في المنطقة دي، وعملت تقطيع للصخور ديت بشكل عميق، أو قطعت الصخور دي بشكل كبير. قال لي the fast flow of water eroded a lot of sediments and carry them away that leads to the formation of Grand Canyon. يعني التدفق السريع بتاع المية ده عمل تعرية للكثير من الرواسب، وحمل الرواسب ديت أو شال الرواسب دي بعيدا، أو نقلها مكان بعيد، يعني حيث تكون الايه؟ الأخدود العظيم. يعني الرواسب اتنقلت لمكان او للمكان اللي الاخدود هيتكون فيه. اتفقنا كده يا شباب؟ نكمل مع بعض. وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج او سؤال اختبار الفهم، وفي الحقيقه دي اخر مجموعه من الاسئله بتاعت اختبار الفهم اللي هسالها لكم في الحلقه دي، وهم عباره عن 6 questions او 6 اسئله كلهم رايت ورونج. طبعا هقراهم وهشرحهم، بس حضراتكم هتوقفوا الفيديو وتكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو عشان اطمن انكم فهمتوا الدرس اللي اتشرح. اول سؤال معانا بيقول لي as the stream is bigger it cause more erosion. كل ما كان الجدول المائي كبير كل ما سبب تعرية اكتر. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتحددوا. rivers erode rocks and can form valleys and canyons. الأنهار بتعمل تعرية للصخور وممكن تكون وديان وتكون أخاديد. Canyon walls are not very tall and have gentle slopes. يعني الأخاديد الجدران بتاعتها مش طويلة جدا، وكمان المنحدرات بتاعتها gentle، منحدرات خفيفة مش حادة يعني. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. A canyon is a type of valley. الأخدود نوع من أنواع الوديان. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. Rivers can change a landscape very slowly. الأنهار ممكن تغير تضاريس السطح ببطء جدا أو بطريقة بطيئة جدا. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. Fast moving rivers can cause a lot of erosion and cut them deeply. يعني المياه المتدفقة بشكل سريع بتسبب كثيرا من التعرية أو بتسبب تعرية أكتر يعني، وبتقطع الصخور بشكل عميق. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. يلا بسرعة يا شباب نوقف الفيديو ونكتب الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. ولحد هنا يا شباب تكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.